السلام عليكم. لو انت معاك رقمين فسهل قوي اللي انت تقارنهم ببعض. ممكن اقوم قايل هاخد الديفرنس مثلا، او ممكن اقوم قايل انا مش مهتم بالدايركشن، مش مهتم مين فيهم اكبر من مين، ولذلك هاخد الابسولوت فاليو، ولو عادي 2 ناقص 3 كده كده هتديني نفس الفاليو. لما انا ما كنش مهتم بالدايركشن مش هقول ان هو difference، هقول ان هي تعتبر distance، تعتبر مسافة ما بين الاتنين، ممكن يكون واحد فيهم اكبر من التاني، مش فارقة معايا. لو انا بكير about the direction يبقى لا، الدنيا هتفرق معايا. في ال KL divergence لو انا قارنت حاجتين ببعض انا بكير about the direction، انا فارق معايا اتجاه المقارنة بتاعتي، مين فيهم بيتغير بالنسبة للتاني. لو بصيت على الإيكويشن بتاعت ال KL divergence هتلاقيها بالشكل ده. هنا انت بتقارن two distributions، انا هنا مش بقارن ارقام، انا دلوقتي عايز اشوف ازاي two distributions مختلفين عن بعض. كده انا بشوف ال KL divergence او بشوف يعتبر الفرق اللي ما بين ال two distributions دول. وتاني لو جبت P بالنسبة ل Q بالشكل ده يختلف عن ال KL divergence لو جبته Q و P. طيب تعال نشوف التأثير بتاعه عامل ازاي بإكزامبل. مهم ان انت تعرف ازاي تقارن two distributions وتقدر ان انت تحط المقارنة دي في value واحدة بس. لو تفتكر معايا شوية الترمز اللي اتكلمنا فيهم في الأول، فأنا كان عندي حاجة اسمها labels. الليبلز دي أو الترو labels هو الشيء الحقيقي بتاع السامبل اللي موجودة عندك دي او الاوبسرفيشن. فانت مثلا let's say اللي انا عندي 3 حاجات، عندي RGB، فانا دلوقتي فرضت ان انا عندي ريد وجرين وبلو في الترو ليبل. فانت دلوقتي ممكن يكون الترو ليبل بتاعك ده عبارة عن 1 وفي الباقي 0. انت ممكن تكون الترو ليبلز بتاعتك شكلها مش كده، ممكن يكون في ميكس شوية ما بين الكالرز. فانا دلوقتي لو معايا موديل، الموديل ده بيطلع بريدكشن وعايز اللي انا اقارنه بالترو ليبل ده. فانا دلوقتي لو استخدمت الليبلز بالشكل ده وقمت قايل مثلا بص انا مش هيبقى فيه غير زيروز وانز، فانا دلوقتي اللون الطاغي هفرض ان هو اللون اللي موجود، فاقوم قايل والله هنا التمانية من عشرة اكبر من الاتنين التانيين، فبالتالي ده هيبقى 0 1 0 برضو، وهقارن ده بالبريدكشن بتاع الموديل. انت كده اخدت الفاليوز وقربتها علشان تبقى الدنيا يا ابيض يا اسود. لكن دلوقتي انت تقدر اللي انت تجيب حاجة في النص شوية، حاجة بنطلق عليها السوفت ليبلز. لما يكون في uncertainty شوية ما بين الكالرز او whatever اللي طالع، فانت دلوقتي المفروض الانسرتينيتي اللي موجودة في الترو ليبل دي تتعكس وتقارن بالبريدكشن بتاع الموديل بتاعك. واديك اكزامبل تاني في حاجة زي السليب مثلا. السليب النوم بتاعنا، احنا النوم بتاعنا متقسم لكذا ستيج. في بروبلم مشهورة جدا ان انت تعمل سليب سكورينج. سليب سكورينج دي معناها ان انت بتاخد البرين سيجنالز وبتحاول ان انت تشوف من السيجنالز دي هو الشخص دلوقتي في انهي سليب ستيج، هل هو في مرحلة نوم عميق ولا مش نوم عميق ولا ايه بالظبط. عايز اقول لك ان الخبراء بتوع السليب سكورينج اللي هم بيبصوا على السيجنالز بشكل مانيوال ويبداوا ان هم يدوا سكور لكل سليب ستيج، هم نفسهم مش بيتفقوا على سليب ستيج معينة. فعشان كده الموضوع مش يا ابيض يا اسود. فانت هتلاقي مثلا ان في نسبة منهم متفقة على سليب ستيج، ونسبة تانية متفقة على سليب ستيج، ونسبة تالتة ممكن تكون مثلا أغلبية متفقة على حاجة معينة. فده معناه ان الانسرتينتي اللي موجودة حتى في الترو ليبلز اللي هي set by experts اصلا في الفيلد دي في حد ذاتها فيها uncertainty. فانا لو جيت قربت الكلام ده ل 1 والزيروز وجيت قارنت الكلام ده 1 باي 1 مع الفاليوز اللي طلعت من الموديل، فده في حد ذاته شيء مش كويس. لكن انا هاخد ده يعتبر كبروبابيلتي وهبدا اللي انا استخدم حاجه زي ال KL divergence علشان اقارن البريدكشن اللي طلع بتاعي اللي هو طبعا في uncertainty مع الترو ليبلز اللي هي في الاساس اصلا مش certain، مش هي 0 يا 1. ولذلك هستعمل ال KL divergence. هفترض دلوقتي ان انا عندي two distributions P of X اللي هو اتكلمنا عنه في الاول ده green، وعندي Q of X، وهابلاي الايكويشن بتاعتي. هقدر اللي انا اقول 6 من 10 اللي هي الفاليو الاولى من P of X
هقسمها على 2/10 اللي هي الفاليو بتاعت الديستريبيوشن التاني، واخد لوج للكلام ده، وبعد كده هضربه في P of X اللي هي 6/10، واكرر الكلام ده. لو تلاحظ هي 1 by 1، يعني ايه؟ باخد كل فاليو والكورسبوندنج بتاعته من الديستريبيوشن التاني. ولذلك فانا لو كان عندي RGB فانا باخد يعتبر الريد من الموديل بتاعي والريد من الترو. فدلوقتي هاخد من التو ديستريبيوشنز واحسب اللي هي انا كاتبها هنا، وفي نفس الوقت التالتة اللي هي مكتوبة هنا، وبعد كده بناخد السميشن بتاع الكلام ده. تعتبر كده جبت الفروقات اللي حاصلة دي، بتسم الكلام ده كله، بتجمعه كله. فانت دلوقتي بتقدر اللي انت تشوف الفرق ما بين التو ديستريبيوشنز دول برقم واحد بس، اللي هو الرقم ده. وكل طبعا معالي ده معناه ان هم مختلفين عن بعض اكتر، وكل ما قرب لزيرو معناه ان هم متشابهين. لو هما الاتنين ليهم نفس الفاليو، فليتس سي 6/10 على 6/10، واخدت لوج الكلام ده، هي لوج 1. لوج 1 بزيرو زي ما شفنا شكل الفانكشن بتاعت اللوج قبل كده. اللوج 1 دايما هتديني زيرو. هنا لو كنا قارنا كل element من الديستريبيوشن الاولاني بالelement بتاع البروبابيلتي ديستريبيوشن التاني، فانت قارنت التو probability distributions بالشكل ده. ايه المشكلة لو كنت اخدت الافريج؟ ايه اللي خلاني اضرب في البروبابيلتي بتاعت البروبابيلتي ديستريبيوشن الاول؟ هنا دي نقطة مهمة قوي، ان انت بدل ما اخدت الافريج بتاعهم فاديت ليهم ويتس زي بعض، لا، انت استخدمت البي اللي هو البروبابيلتي ديستريبيوشن الاولاني، استخدمته هو كويت للفرق بينهم. فبالتالي البروبابيلتي ديستريبيوشن الاولاني ده لو كان 6/10، يعني الفاليو بتاعته كبيرة، ده هيدي ويت اكبر للفرق بينهم. ولو كان قليل قوي let's say 0.01 مثلا ولا حاجة، فمش هيفرق خالص معايا ايه اللي جه بعد اللوج او الفرق ما بينهم كان عامل ازاي، لان هو مضروب في probability قليلة، فاللي هيطلع في الاخر هتكون value قليلة جدا. فده معناه ان P of X لو قليلة جدا، دلوقتي انا مش بكير الديفرنس ما بينهم عامل ازاي. ولذلك استخدمنا ال probability distribution الاولاني اكنه عبارة عن weight، علشان اقول والله لو كان هو قليل قوي انا مش هكير اصلا انا مختلف عنه قد ايه، هو قليل وخلاص، لو انت مختلف عنه قوي مش فارقة معايا. طيب ويبقى الموضوع بسيط جدا بقى، لان انا لو عندي دلوقتي two distributions هما الاتنين continuous مش discrete، اكيد مش هيبقى summation، امال هيكون integration زي ما دايما اتكلمنا قبل كده. لو الحاجة continuous السميشن بيبقى integration. فانا دلوقتي هنا بحسب لك in real time بقى، وانا بغير one of the distributions اللي هو الكيو، بترانسفورم الكيو وبقارن ده بالبي اللي هو normal distribution. فدلوقتي التو distributions كانوا قريبين من بعض، في الفاليو بتاعت الكيل دايفرجنس كانت قليله في الاول، وهو بيبعد بقى اللي هو الكيو، فالفاليو بتاعت الكيل دلوقتي بتعلى اكتر واكتر، وابدا ترانسفورم الكيو distribution ده مره تانية عشان يقرب من البي، وساعتها هتلاقي كيل فاليو بقت تقريبا بزيرو. ده هيفيدني واحنا بنتكلم عن الكوست فانكشن، في ان انا ازاي بشوف فرق ما بين نورمال ديستريبيوشن وديستريبيوشن، حتى ممكن يكون شكله مختلف، ولكن اقدر ان انا احصر الفرق ما بينهم ده في فاليو واحدة بس. شكرا جدا انك كملت الحلقة للاخر، يا رب يكون اتعلمنا شيء جديد ومفيد. حاول ان انت تشير الكلام ده مع ناس تانية علشان الكل يستفيد، واشوفك الحلقة الجاية. سلام.